انا بس حق يا ربنا اللي جماعه. بقوله عشان انا كاتب القايمه بايدي، وكان ايوه قدامهم وحزب الله ونعم الوكيل لو اي حاجه اتقالت غير كده، سواء انا قلتها غلط سواء هم بيقولوا غلط. هم في الاول ايوه وفي الاخر بالظبط. اخواتنا، وانا واكل معاهم عيش وملح وواكل معاك عيش وملح، انت انا يا بقول عم حق ربنا. محمد اقسم بالله يا بس عم محمد راجل محترم يا عم محمد. انا ولا بتاع ترند ولا بتاع الكلام ده، انا الناس دي اخواتي وكلت معاهم عيش وملح، وابوهم الله يرحمه، وانت اخويا الصغير وانا بحبك وواقف جنبك عشان انت، انا بحبك وانت اخويا الصغير حبيبي يا عم وهم اخواتي محمد برضه. اقسم انا بالله مش مع روح الحق، قلب. وانا بكتب القايمه قعدت اقول ايه، اقول لهم ايوه انتوا اخواتي وهو ابني، فانا وهو مش ابن مع حد. حسن. انا بكتب ايوه بمرد الله، اللي انتوا هتقولوه انا هكتبه، وهم اللي قالوا واللي قالوه انا كتبت، قطعت الورق 3 مرات. ايوه عشان عمالين نكتب الورق والاعاده. لا ده هم صح كده مفكرين نفسهم ان هم اتشهروا بقى، فاهم؟ يا عم، واخدين انت ما البنت تغلطش ضحيه يكنوا يا بيها عم، ما ويعملوا فيها. تغلطش، مش انت شاري، مش انت شاري. ايوه انا شاري. خليك للاخر بقى كده، ما أ- تغلطش، انا وعشان برضو انا ما انا لان بص يا عم الغلط محمد. ده بيضيع حق. يا عم اسمع يا لقيتك كروان انت. طيب. ايه يا من طيب بص ايدك يا كروان؟ حبيبي، هو لقيتك بص يا حبيبي، ثواني يا بص يا حبيبي، شريحان. من ايدك اليمين بص. لقيتك الشمال يا عم محمد. ماشي يابا، وانا يا عم محمد تحت امرك في اي حاجه. ماشي يا حبيبي، لا يا حبيبي، سلام. ربنا يخليك يا رب يا عم محمد يا رب. اه بص يا كروان، انت داخل الباب من بابه، قعدت مع ايوه ابوهم، طلبت منك ايوه 5000 جنيه عشان انت الواحده عملت شقه. فيا كده. اسمعني انا معاك اهو. اه انت بتقول اه شريهان اتخلت عني، انا ما اتخلتش عنك، انا ما قلتلكش ادي اه امها 5000 جنيه تدفع ايجار الشقه اللي هي قاعده فيها، تمام؟ ما قلتلكش، ما ما بتقول قلتلكش. للناس عنتي. اه انا ما اعمل ايه ما قلتلكش تفحش برضو. ايه. بص انت بتتجوز مخاطب بتخطب البت وبتتجوز البت، ما بتخطبش اهلها وبتديهم فلوس، تمام؟ انت اه قلت لي اصل الناس دي خلابه والناس ديت قاعدين على الارض ومش الارض، قلت لك يا كروان هيطمعوا فيك، بلاش كده يا كروان. انت سمعوا فيا. كسيتهم، جبت لهم هدوم، انت جبت لهم هدوم، اه وقبل الفرح اه بيوم قبل ما تروح تاني يوم الكوافير قالت لك هات 5000 ايوه جنيه واديتها 5000 جنيه عشان تجيب والاكستنشن هدوم، ولا والاكستنشن ابو 10000. وركبت لهم استكشن في شعرهم ب 10000. هي تمام امها. تمام. انت دلوقتي انت ايوه مش عليك العيب، انا كنت حاضره يوم كاتب الكتاب لما كان المأذون موجود، وبعدين انت ما طلبت اوبر ومشيت، تمام؟ ايوه جم قعدوا مع بعض، فجاه مش عارفه اتكلموا مع بعض، مهم خدوا بعضهم ايه ونزلوا تحت لبتاع الدهب اللي ايوه. تحت، انا بقى نزلوا لما تحت. مشيت، انا لما مشيت خدت تعب معايا. لا انت معاك التسجيل تاني يوم بعد الحادث، لما البت قالت لك احنا ما عملناش فيك محضر ولا في التليفون ايوه ولا الذهب معانا. ايوه انت ما ايوه ظلمتهاش ايوه. يا كروان، انت ما انا ظلمتهاش، ما هم اللي جم بصيتش، عليك. انا على وبعدين طول في حاجه، انا استنى، في اه حاجه، ابوها ما كانش اه بيفتح لايف، النهارده فاتح لايف وبيغني في الكافيهات واللايف عنده 5000، مين اللي عايز ترند؟ ايوه انت ولا هم؟ يبقى هم كانوا ايوه. مستغلوك انت، حرام عليهم اهو والمصحف. ده عملوني كوبري واتشهروا العيله كلها على قفايا انا. فانا مع الحق. وفي حاجه، هم قالوا ما خدوش الحاجه، نروح البشعه يحلفوا على البشعه في الاسماعيليه يقولوا ان احنا ما خدناش، لسانهم يتقطع لا كده. يا حبيبتي، في معايا ورق فاتوره الايفون، معايا الذهب. معاك فاتوره الذهب وفاتوره التليفون ايوه بالرقم بتاعها بالسر اه بتاعها، اول ما هتحط فيه خط ايوه هتعرف تجيب ايوه التليفون وهنعرف مين اللي خد الحاجه. ايوه. انا ما تمام. خدتش حاجه، انا ما خدتش الطريقه حاجه. والاسلوب ده احنا ما اه بنحبهوش، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انت اللي دخلتيني، انا ما كنتش داخل ولا اعرفهم، ما انا اعرفش ما الناس كنتش دي. اعرف ان هم هيعملوا كده، انا ما ما كنتش اعرفش اعرف، لو الناس دي. اعرف ان ما هم العينه كده. بينه، ما العينه بينه يا شريحان، انت شفتي الشقه. انا لو كنت اعرف ان هم بيعملوا كده ما كانش كده، لفيت لك تاني البت لما جت سجلت الاغنيه، لفيت انت في ايديك 1000 جنيه اديتهم للبت، 5000 اديتهم لامها. ايوه صح ولا لا؟ ايوه تمام. ايوه حصل. وانت معاك التحويلات اللي كنت بتبعتها لهم، صح؟ موقوته التحويلات. كل ده موجود. انت يا ابني ما جيتش على اه الناس دي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبدعي من قلبي انا حسبنا جيت، الله ونعم هم اللي الوكيل جم عليا. اي شخص مش هيجيب لك حقك منهم، او اي حد منهم
شهد زور يتقلب عليهم مصحف ربنا يتقلب عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نقرا عليهم سوره ياسين يخش عليهم بالخراب المستعجل يتقلبوا كلهم بالعربيات لو ما شهدوش كلمه حق وادوك حقك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الهي ما يوعوا يكسبوا ولا يشوفوا الكسبان بعينهم ولا يفرحوا. سمعتوا؟ وان شاء الله انت حقك هيجي اهو. ايه حقك هيجي. يا بخت بننام مظلوم وما باتش انا ظالم. بقول للناس سمعتوا اهي. يا بخت بننام اللي مظلوم جايبه لك وما كواسه نامش ظالم. وهو النهارده مش الحمد هذكر لله اسم الحمد طلع لله شتمني وقال كلام مش في حقي مش حلو. انا خدت اجراءاتي القانونيه وعملت فيه محضر واعرفه ازاي اني انا يتشتم بالطريقه دي ولا بالاسلوب ده. انا مش واخده من الشارع. انا يكفي اللي انا عرفت العالم كله ان تليفوني وتحبي معاهم وابوها لما بيقول لك اصل التليفون بتاعي اتاخد ما كانش معاه الا تليفون بزراير. تليفون بزراير ب 100 جنيه ما كانش معاه تليفون تاتش يعني. ده انت كنت جايب لي بنته تاني يوم الخطوبه تليفون ب 7000 جنيه وطلع الفاتوره من عند الراجل اللي اتحرق في العربيه قبل ما تجيب لها التليفون التاني الايفون. يعني البت ما كانش معاها تليفونات ولا كان معاها حاجه. ها لحد اول امبارح لما قالت لك هات 10000 جنيه 10000 جنيه وتعالى اكتب الكتاب. اول امبارح قالت لك اصل ياسمين هات لها طقم من عندك بالهدوم اللي انت روحي الشقه هناك وريها الهدوم اللي انت البت نقياها. الهدوم اللي البت اللي انت اشتريتها لها انا غلطانه طلعها وريهم الهدوم اللي انت شاريها لها اللي هي نقياها بايديها. ايوه وعمالين يسحبوا منك طقم ورا طقم ورا طقم. خربوا بيتي بيتي اتخرب طقم ورا طقم. وغير كده بيطلع امبارح كانت مع ابوها في كافيه برضو بالطقم بتاع اختك علياء اللي انت اديتهولها الكريمي. ايوه ما انا عارف. ايوه ما انا صح ولا لا؟ طيب من السلع صفحات. انت كده يا ابني ما عملتش الغلط. وتسمع مني بقى يا كروان والله العظيم الناس دي بصراحه مش هتناسبك. انا اللي كنت جايباهم لك استعوض ربنا ومش مش هيناسبوك. الناس دي مش هتناسبك. الناس ديت جحشين يا حبيبتي. مش عاوز انا اسيبهم. ما تناسبهمش. مش عاوز انا عاوز انا بقول لك ما تناسبش الناس دي. واقول لك حاجه حقك هيخلص. حقك هيخلص يا كروان. هيخش عليهم بالخراب واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. في منطقتهم بالقانون نشوف حد يقعد يحل بالقانون بدل ما انا اعمل يعني انا ادخلهم في مشاكل وهم مش حيلتهم حاجه حرام. شفت انت باقي عليهم ازاي؟ يا ريتهم هم كانوا باقيين عليك. أيوة. يا ريتهم كانوا باقيين عليك. سيد يا بنتي سيد غلبان. سيد اخواته مسوحينه. هو وطني يا عم سيد وطني. عم سيد غلبان انا عارفه غلبان ومراته اغلب منه بس الست حالم ركبت معاه مع السلام. خلاص يا كروان احنا مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده كتير.